في إطار الاستعدادات الجارية من طرف النقابة المغربية لمحترفي المسرح، انعقد يوم الأحد 29 ماي الجاري اجتماعا لفرع العيون والأقاليم الجنوبية للنقابة بحضور رئيس النقابة وأعضاء المكتب الوطني ومنخرطي الفرع الجهوي. تم الوقوف من خلال هذا اللقاء على مجموعة من النقاط اللي تم مناقشتها خلال هذا الاجتماع بين المنخرطين والقيادة الوطنية بخصوص يعني المشاكل اللي كيعرفها الفنانين بجهة الصحراء. كان أيضا مناسبة للاستماع إلى هموم الفنانين والممارسة الفنية بالأقاليم الجنوبية، وتم يعني الإنصات الإشكالات اللي كتطلب يعني حلول في هذا المجال، واللي خدا بها المكتب الوطني للنقابة علما، وأيضا من أجل العمل يعني سوية يعني فرعا ومكتب وطني على بحث حلول لها بطبيعة الحال مع الجهات المعنية بمجال الممارسة الفنية ببلادنا. فإذا الاجتماع ديال اليوم أيضا نسعى من خلاله أننا ننتخب مندوبين للمؤتمر الوطني، مندوبين عن الجهة تتكلم الجهة القديمة، يعني الخارطة الترابية القديمة في أفق أننا نغيروها بعد المؤتمر الاستثنائي. وذلك ما كان انتخبنا مؤتمرين حسب القانون. هناك طبعا مؤتمرين بالصفة اللي هما أعضاء المكتب الجهوي بسائر الأعضاء، ثم أعضاء الممثلين للإقاليم الجهوية في المجلس المركزي للمنظمة، ثم أعضاء منتخبين من الفرع الجهوي. خصص هذا الاجتماع لمناقشة تعديلات القانون الأساسي للنقابة، والتي همت بالأساس تغيير اسم النقابة من النقابة المغربية لمحترفي المسرح إلى النقابة المغربية للفنون الدرامية. كما كان هذا الاجتماع فرصة لاطلاع منخرطي هذه الهيئة على مستجدات قانون الفنان وما يرتبط بحقوق الفنانين. أنا دائما في حالة تفاؤل انطلاقا من اليوم اللي هو خلقنا أنه تم اقتراح تم التصويت على مجموعة من المؤتمرين اللي أنا كنعتبرهم ذوي كفاءة مهنية، واللي من شأنهم إن شاء الله أنهم يعطوا مجموعة من المقترحات اللي غيتم التصويت عليها إن شاء الله في المؤتمر. نتمنى إن شاء الله من خلال يعني هذا المنبر، من خلال كذلك أن كل من يهمه الأمر أن نقابة فرع العيون سوف تشتغل، سوف تترافع عن حقوق الفنانين، سوف يعني تحاول باش يكون واحد يعني حق ثقافي لا بالنسبة للفاعلين في الميدان، ولا بالنسبة للحق الثقافي بالنسبة للساكنة ديال جهة الصحراء. اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إيلاء الجهات المعنية المزيد من الاهتمام للفنانين ومهنيين الفنون الدرامية بالأقاليم الجنوبية.